هو يا جماعة، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة بقى جاية لكم بالفيديو ده. دي طليقة جوز لولا فاني. هي هنا بتنكر ان هو طلقها خالص. بتقول انا ما جاليش وثيقة طلاق ولا اي حاجة من دي. آه وبتقول كمان المذيعة بتسألها، بتقول لها هو الموضوع يعني ده بقاله قد ايه؟ بتقول لها بقاله سنة. ان هو متغير معاها وبيجي متأخر. وأمّا بتسأله فين يقول لها أنا لسه هناك. أي نعم هو ما بيصوّرش معاها. بس هي يعني بتقول الواضح من كلامها إن كان في علاقة ما بينهم وهو ده سبب الانفصال، مش زي ما هو بيقول، والله أعلم. فالمذيعة بتقول لها: "طب وبناتِك؟" قالت لها: "بناتي ما يعرفوش أي حاجة." قالت لها: "طيب والlive اللي هو نزّله؟" قالت لها: "هُم عرفوا بقى ساعتها." فبتقول لها، بتقول يعني إن هي كلّمت زوجته حاليًا. أم بناته كلّمت زوجته حاليًا. قالت لها إن هو طلّقِك. أنا أهلي قبل ما يوافقوا عليه سألوا واتأكدوا إن هو طلّقِك الأول. قالت لهم: "طلّقني إزاي طيب؟ فين اللي يثبت ده؟ أنا ما جاليش حاجة تثبت ده." قالت لها: "لأ." فهي بتقول أنا ما ردّيتش عليها بقى، أنا سِبت أهلي هم اللي يتعاملوا. سِبت أهلي هم يعني اللي يتكلّموا. ف زوجته حاليًا بتقول إن هم بيساوموه على 500.000 جنيه، فمش عارفين صراحة الحقيقة. وبتقول كمان إن هي واحدة من الناس كانت بتتعاطف معاها جدًا عشان ظروفها وعشان مشاكلها الصحية والأعمال اللي مرّت بيها والدنيا دي كلّها. فكانت بتتعاطف بقى معاها كإنسانة يعني، كانت صعبانة عليها. فجأة الدنيا اتقلبت بقى ودخلت في حاجات تانية خالص. مشاكل مع جوزها، بتقول أنا كنت باشوف شاتات ما بينهم، يعني الكلام متطاول ما بينهم في حاجات، هُم أصحاب، أو في شغل ما بينهم، ده طبعًا ما ينفعش وأنا كزوجة طبعًا أغير على جوزي. بتقول كان في حاجات على آخر مرّة بقى اللي هي سابت فيها البيت، بتقول كمان وأنا ما سِبتش البيت. المهم آخر مرّة دي بتقول جيت لقيته على التيشيرت حد كاتب له متجمد على التيشيرت وحد كاتب له متجمد على التيشيرت. فهي كزوجة غارت على جوزها فبتسأله. قال لها عادي. قالت له: "أنت شايف إن هو عادي؟" فبتقول ده هو كان بيحبني جدًا وكان بيغير عليَّ، لدرجة إن هو كان مانعني أنزل من البيت. حتى أهلي كان مانعني إن أنا أروح هناك. كل ده غيرة، لو جه فرح ما كانش بيرضى يخلّيني برضه أروح الفرح. فجأة الحب والغيرة ده كلّه اتحوّل، بقى متجاهلني، كل ما أكلّمه متجاهلني. أبُص في تليفونه ألاقي رسايل، ألاقي شاتات، ألاقي حاجات مش اللي هي يعني ما تنفعش ما بين كشغل أو كصحاب، ما تنفعش خالص. ف بتقول اليوم ده اللي هو يعني آخر حاجة ما بينهم ده كان يوم شم النسيم. وبتقول كمان إن أخوه كان شغّال في نفس المجال، كان في حفلة وكده كدعاية يعني. وهي دي يعني سبب المشكلة. فبتقول أنا شاكة كمان يعني الفلوس بتاعته فجأة جات منين. بتقول أنا معاه من يوم ما اتجوزته كانت الدنيا ما فيش، عايشة معاه على المَرّة قبل الحلوة. فجأة بقى متجاهلها، الفلوس دي كلّها جات منين. ما يردش عليَّ. كنت فين، ما يردش عليَّ. وبتقول كلام يعني إن ما فيش عدم حدود. ولمّا واجهته على الكلام اللي على التيشيرتات قال لها: "ما أنا كمان كاتب." بتقول أنا حسيت إن هو يعني قاصد إن هو يقهرني، قاصد إن هو يتعبني، ليه يوصّلني معاه للمرحلة دي. فجأة الحياة بتاعتنا بعد ما كانت كلّها حُب وإحنا واخدين بعض على حُب، فجأة الدنيا اتعكست تمامًا. وعلى كده حصلت مشاجرة ما بيننا. بتقول يعني إن هي ما حبِّتش بقى المشاجرة تطول ما بينهم، لإن كل اللي بيدخّل بيطلّعها هي غلطانة. وبتقول أنا ما مشيتش هي يعني من نَفْسها، هو اللي قال لها امشي.
المذيعة بتقول لها: "يعني مشّاكِ أنتِ والبنات؟" قالت لها: "آه، أنا مشيت على كده." فجأة م لقيت بقى اللي هُم بينزّلوه، بتقول بينزّلوا كمية حاجات كل يوم، كل يوم، وأنا فوجئت زيي زي أي حد ب بإن هو بيجيب البدلة وهي بتجيب الفستان، إيه ده! يعني كل اللي أنا شاكة فيه طلع حقيقة. والله أعلم، هو بيقول كلام، هي بتقول كلام، وبتقول أنا معايا شتات ومعايا إثباتات كتير، وهو برضه بيقول نفس الكلام. فالله أعلم بيهم، ربنا يصلح الحال وربنا يراضيه ويراضيها ويكتب لهم الخير. وبرضه استنوني إن شاء الله في الفيديو الجاي هاجيب لكم الرد بتاع زوجها، والرد بتاع زوجته حاليًا. وربنا يصلح ما بينهم، ما نقدرش نقول غير كده، يعني هُم لازم لا أنا يعني شايفاه إن هُم لازم يتواجهوا مع بعض ويشوفوا مين الصح ومين الغلط، الله أعلم.